النهاردة هقول لكم ازاي بعمل الفرايد تشيكن في البيت بألذ وأطعم من كنتاكي نفسه، ومتأكدة بعد الوصفة دي هتنسوا انكم تشتروها اصلا من بره. فراخ مستوية من جوه ومقرمشة من بره وطعم التتبيلة باين فيها قوي قوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك على قناة اليوتيوب ولايك وشير للفيديو ده. مبدئيا كده عندي الفراخ هنقطعها بالتقطيعة المناسبة لينا. الفرخة أنا قطعتها ل8 قطع، وبعد كده باخدها أحطها في محلول نقع مية بليمون بملح وبسيبها في المحلول ده حوالي ربع ساعة ولا حاجة، وبعد كده بنبتدي نشطفها شطفة سريعة من المحلول ده ونصفيها كويس جدا. باخد كل قطعة كده وأغزغزها بالسكينة وبعمل فيها فتحات بالشكل ده كده علشان نتأكد إن الفراخ هتطلع معانا مستوية، والخطوة دي مهم جدا نعملها. بخلص كل كمية الفراخ بالشكل ده كده. بعد كده عندي طبق بحط فيه حوالي نص لتر من المية، بصلاية كبيرة متقطعة لجوانح، وعندي التوابل، والتوابل كتير شوية وهو ده اللي بيخلي الفراخ اللي بنشتريها من بره مميزة شوية. بحط توابل صحيحة، ورق لوري وحبهان وكمان كبابة صيني وفلفل اسود حصى وعود كده من القرفة. وللتوابل الباقية بحط كركم، فلفل اسود، بابريكا وبصل بودرة وتوم بودرة ونص مكعب من المرقة وشطة وملح وشوية كده من الزعتر وشوية صغيرين خالص من القرفة. والتوابل دي بالمقدار هكتبها لكم برضو تحت الفيديو في صندوق الوصف. وبعد لما بننزل بالتوابل في المية بنقلبهم كده مع بعض تقليبتين 3 لحد ما التوابل بس عندي تدوب، وبنجيب قطع الدجاج وبننزل بيها في التتبيلة اللي احنا عملناها دي. اهم حاجة المية او التتبيلة تكون مغطية الفراخ عندي بالشكل ده كده. تقدروا تعملوا الخطوة دي من بالليل أو تعملوها قبلها بساعتين ولا حاجة. أهم حاجة عندي الفراخ تشرب من طعم التتبيلة كويس قوي. كل ما هتقعد في التتبيلة أكتر كل ما هتديكوا أحلى طعم. وللخليط اللي هنستخدمه في التغطية عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، بحط عليهم كركم وفلفل اسود وملح ورشة صغيرة خالص كده من الشطة وتوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبحط كمان من ربع لنص كوباية من النشا وبقلبهم كويس جدا مع بعض. وعندي كمان طبق تاني بحط فيه مية باردة أو مية فيها قطع من التلج. والفراخ بعد لما سبتها فترة كويسة في التتبيلة باخدها بقى أحطها في مصفى تصفي منها المية الزيادة. بناخد بقى قطعة الفراخ ونحطها الأول في الدقيق ونعفرها كده بصوابعنا، ما بنضغطش على قطعة الفراخ، يدوب بس كده بنعفرها كذا مرة وبننفضها كويس جدا من الدقيق وبنحطها بقى في المية لمدة يعني 5 ثواني ولا حاجة، وبعد كده نرفعها من المية ونصفيها وبعد كده نرجع في الدقيق تاني ونعفرها. يدوب كده بندحرجها في الدقيق، ما بنضغطش على قطعة الفراخ علشان ما تطلعش معانا مكتومة، وبننفضها من الدقيق تاني وبننزل بيها في المية لمدة برضو 5 ثواني وبنرجع تاني في الدقيق نعفرها كويس جدا. بنعمل الخطوة دي مرتين بس علشان قطعة الدجاج عندي ما تكونش واخدة طبق الدقيق كده سميكة قوي، وبنبتدي بقى في المرة الأخيرة ننفضها كويس جدا علشان تدينا الشكل الحلو قوي ده. والقطع اللي هنعملها على طول ناخدها من الدقيق على الزيت. الزيت عندي يكون غزير وسخن وعلى نار متوسطة علشان الفراخ عندي تستوي بشكل كويس. الفراخ اللي عندي علشان حجمها كان صغير فأخدت في التسوية بالظبط من 12 ل 13 دقيقة، وهنا بعد لما عدى عليها 6-7 دقايق بالظبط بتبتدي الأول تستوي وبعد كده بتبتدي عندي تاخد اللون الحلو قوي ده. خلوا الفراخ تاخد وقتها على نار متوسطة لحد ما تستوي، وآخر دقيقتين ولا 3 دقايق ولا حاجة ممكن تعلوا عليها النار علشان تاخد اللون الحلو قوي ده. وعلى طول اللي نطلعه من الزيت بنحطه على شبكة أو مصفى زي كده علشان يصفوا الزيت الزيادة اللي موجود فيه، وكمان الفراخ تفضل مقرمشة لأطول فترة ممكن. وشوفولي بقى الجمال، ما شاء الله الفراخ طالعة مقرمشة ومستوية من جوه وشكلها بجد فظيع.
قولولي كده ليه بجد نسيب ولادنا ياكلوا الحاجات دي من بره واحنا ممكن نعملها لهم في البيت بأسهل وأطعم وألذ طريقة. متأكدة انكم لو عملتوا الوصفة دي بالطريقة دي بالظبط هتنسوا انكم تشتروا اصلا فرايد تشيكن من بره تاني. شايفين ما شاء الله قد ايه الفراخ بيضة كده وزي القشطة من جوه؟ اتمنى تجربوا وصفة النهاردة وتقولولي رأيكم، ولو في اي وصفة حابين ان انا اعملها اكتبولي في الكومنتات وانا هعملها لكم. ولو عجبكم الفيديو ده اعملولي لايك وما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب لو مش مشتركين، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.